ماما بدها تعمل المخلل، فصارت عم بتحط طبقات. حبت انها تحط معه جزر، فهي عم تعمل لفت تشكيلي يعني شوندر. لفت عم تحط شوندر جزر، فهي عم تعمل تشكيلة. حبت انه تغير عن اللفت بس. هي بالعادة بتعمل مخلل جزر لحال واللفت لحال، بس هالمرة حبيت تخلطهم مع بعض. هذا ما حطيت معه جزر. كتير سهل. رح تعمل هي مرطبانين، فحطيت لفت وجزر وشوندر. وهون هذا المرطبان حطيت بس لفت. هذا المرطبان، ونحن اكيد معقمين هدول المرطبانات ومغسلينهم بالمرطبين كتير منيح ومعقمينهم حتى ما يفشل المخلل. هلا ماما رح تعبيهم مثل ما شايفين، وننتقل للمرحلة اللي بعدها. الملح الصخري بالسويد. ملح صخري لأنه الملح الفيود بيهري المخلل. صبية سألتني إنه حطيت يود، ملح فيود، فطلع كتير مهري، فلا بينزع المخلل. وإذا حسيتوا إنه المخلل تغير طعمه ولونه وصار يعني طعمه مو طيب، فبيكون انتزع، أو إذا فار يعني بفضل إنه بس تفتحوا المخلل تحطوه بالبراد، تحفظوه بالبراد. ما هيك ماما؟ ايه طبعا. ممكن. بعدين انا بدي اقول لكم شغله، اذا بدكم مخلل تاكلوه بسرعه بتحطوا معه خل، اذا بدكم اياه يطول بتحطوا بس ملح ليمون ملح وسكر. سكر وملح ليمون. هلا ماما عم تعمل المي وبدها تحطها فوق المخلل. كثير انسألت اسئله عن المخلل يا ماما. ماما عامله مخلل الجزر كثير طيب، رح احط لكم كثير طيب وغريب وما حدا عامله قبل هيك، فانا رح احط لكم رابط المخلل تبع الجزر بس بصندوق الوصف باول تعليق. بعد ما عدلت ماما الملح هون وزبطتهم، حطت مي وملح، يكون مثل ما قلنا لكم الملح المي مالحه منيح، تكون مالحه. فهلا بدها تحط سكر. هلا ماما معلقتين طعام كبار سكر بهي المعلقه. كنت فكره حالي عم صور بس طلعت ما عم صور، فهي حطت بس معلقتين سكر كبار، معلقتين طعام. وهي قالت انه اذا ما بدكم المخلل يصير بسرعه بتحطوا له ملح ليمون بدال الخل. بدال الخل ايه. وسكر، ملح ليمون وسكر. ما انت بالحالتين حطيت سكر. انا حطيت هلا سكر وملح بس. بدي احط شوي خل، ما كتير خل ابيض. تمام. وطبعا بتحكوها تصير منيح حتى يدوبوا يعني بيطلع حامض وبيقرش. تمام. عم بتحط المي فوق المخلل اكيد لحتى نغمره بالمي. وبدنا نحط هدول كاسة. هذا اقل من كاسة شاي. اقل من كاسة. بدي اخلي شيء اقل، نص كاسة شاي. نص كاسة شاي. وهون ماما حطت اقل من كاسة خل للمخلل، وهلا عم تكمل غمران بالمي. هلا ماما قرب نغمر. اذا عندكم البلاستيك اللي بتسكر المخلل، نحن كان عنا ما بعرف وين صارت، وهلا بدك الخل لهديك، وبدها تحط ماما كمان شوية ملح على وشه. هاي الحركة شو بتعمل ماما؟ مشان ما ينهار وش المخلل، فبتحط ماما على وشه ملح، رشة ملح، وبتسكريه منيح. ايوه. قد ايه بضل يصير؟ ما في شغلة اسبوع، 10 ايام. انا بعد 10 ايام اسبوع رح ورجيكم اياه، وبعدها بنحط هذا الفيديو. هلا بنسكر المرطب والثاني رح نعمل نفس الشيء. بلش الشوندر يحل يعطي لون طبيعي. نحن ما بنحب نحط ملونات طعام ابدا، بكفي لون طبيعي يعني. هلا ماما عم تعمل مي، نقصه مي للمرطبان الثاني، رح تحطه تعبيه وتسكره، وبس نفتحه رح ورجيكم اياه هون بعد اسبوع ماما. شي اسبوع بصير فيهم ياكلوا منه. تمام. شايفين بده يغمروا تماما، اكيد الكل بيعرف. هلا بنسكره، بنحكم اغلاقه منيح، ونتركه اقل شيء اسبوع. بنشوفهم بيتغير اللون بس يستووا هيك، وبرجع لكم بعد اسبوع. بنحطها بس هي صغيره يعني،
بيكون عم في تكبسهم. من قياس، وهي تبع المرطبان اللي كتير صغير. في أكبر. هاي ما بتكبس. أحسن من بلا. اي مشان ما تروح المي عنهم. المهم هلا نحن بنرجع لكم بعد كم يوم برجيكم كيف صاروا. يوم The next day. هيك مثل ما شايفين صاروا المخللات. تاني يوم هيك صاروا لونهم، شايفين ما احلى اللون. هي تاني يوم، فنحن بعد جمعة بنفتحهم وبورجيكم كيف صاروا. هيك فتحنا المخلل مثل ما شايفين، بيقرش قرش. رح ورجيكم القرشة. لسه في حلاوة. هلا هيك صار له قرش تاني، شايفين لونه بياخد المخلل. ما في ليشوف إذا ناجح 100%. إذا ظابط. بس لسه بيستووا أكتر من هيك. هاي نحن بعد 3 أيام فتحنا هون. هاي بعد 3 أيام هيك فتحناه. طبعا بده أسبوع. فيه بركة يعني. من كم كيلو جبتي ماما؟ والله ما متذكرة. يعني بتعملوا كمية منيحة وبتضل عندكم. وإذا فتحتوا المخلل بخلوه بالبراد ماما، ولا عادي عادي براد البراد؟ في بيز بدك تحطيه بالبراد. تقدروا تحطوه بالبراد. هاي المخلل بعد اسبوع هيك صار، طعمته بتجنن. وشايفين اللون ما احلاه. رح اورجيكم القرشة كمان عم يقرش. وحطوا جزر بالمخلل لانه الجزر طلع كتير كتير طيب وكتير ناجح. فنصيحة حطوا جزر معه. شايفين عم يقرش كتير. طلعوا طيبين. جربوها على طريقة ماما وصحة وألف هنا. وإلى اللقاء بطبخة قادمة.